الاتجاه كان كده، بقى كده، بقى كده. طيب اللي بتغير اتجاه السرعة مش مقدارها، العربية بتتحرك بسرعة ثابتة. اللي بيأثر عليها ايه؟ قوة الجذب المركزية اللي بترمز بالرمز اف سي في نصف قطر رمزه ا. عندنا جسم بتتأثر عليه جسم كتلته ام، سرعته في ثابتة ولكن اتجاهها متغير، تتحرك في مسار دائري ا. اللي بيحصل له بقى في الحالة دي، كلنا عارفين ان مقدار السرعة ثابت والسرعة متغيرة في الاتجاه، والجسم في الحالة دي بيكتسب عجلة بنسميها اي سي اللي هي العجلة المركزية، واتجاهها بيكون في اتجاه قوة الجذب. طيب جميل أوي. بس بيطلع لنا من المثال اللي قدامنا ده، او بيظهر لنا حاجه اسمها الزمن الدوري. دي زي الزمن اللي في السرعه بس بيختلف حاجه. الزمن اللي في السرعه كان الزمن اللازم لقطع مسافه 1 متر مثلا، انما الزمن الدوري ده الزمن اللازم لعمل دوره كامله. زي الواحد متر تبقى دوره كامله. اهم حاجه ان هي الوحده في الاثنين. بعد كده في شويه قوانين بيطلعوا لنا من الشكل، شويه قوانين بنستنتجهم من العجله المركزيه. اول قانون، قانون الاسلوب ده مهم جدا، اخدناه في كذا مثال، بس لازم نراجع عليه عشان نعوزه في حل المسائل. هنا الاسلوب اللي هو الميل بيساوي دلتا واي اللي هو فرق الصادات على الدلتا اكس اللي هو فرق السينات. اول حاجه قانون العجله المركزيه، الاي سي بيساوي في تربيع على ا. في تربيع على ايه؟ مش في على ا. في فرق بين العجله والعجله المركزيه. الفي تربيع، في تربيع على ا. استنتاج القانون مش عليك ومش مطالب بيه في الامتحان. تاني حاجة إن الفي بيساوي 2 باي ار على تي. القانون ده جه إزاي؟ أنت مش مطالب بيه، بس للتوضيح إن 2 باي ار دي أنت بتستخدم المسافة على الزمن. بتستخدم المسافة إيه؟ المسافة على الزمن. تستخدم المسافة على الزمن. طب المسافة إيه هنا؟ المسافة إن هي دايرة، ومساحة الدايرة إيه؟ 2 باي ار على تي اللي هو الزمن. ثلاثة إن التي اللي هو الزمن الدوري بيساوي عدد الزمن الدورات الكاملة على عدد الدورات. تمام؟ وبعد كده الإف بيساوي الان على تي اللي هي بتساوي 1 على تي. الاف اللي هي التردد، مش الاف اللي هي بتاعت القوه. الاف اللي بتاعت الايه؟ التردد، مش الاف بتاعت الايه؟ القوه اللي هي التردد. بيساوي ان على تي، بتساوي ان على الزمن الكلي، او بتساوي 1 على الزمن الدوري. جميل أوي. قشطه. نوصل يلا بينا بسرعه على العنصر اللي بعد كده. يبقى اخدنا المعنى واخدنا القوانين المتعلقه. وحدة قياس العجلة المركزية زي وحدة قياس أي عجلة، متر على الثانية تربيع. وحدة قياس العجلة المركزية وحدة قياس أي عجلة اللي هي متر على الثانية تربيع. العوامل اللي تتوقف عليها أو العوامل المؤثرة في العجلة المركزية. أول حاجة بالقانون، ما بنحفظش أي حاجة. قانون عندنا، بص على قانون العجلة المركزية، إن الإي سي بيساوي في تربيع على بتتأثر بإيه؟ بتتأثر بالسرعة الممسية، بتتأثر بنصف القطر اللي موجودين معانا في الإيه؟ في القانون. ما تحفظش أي حاجة، الفيزياء ما فيهاش أي حاجة. طيب ايه العلاقه؟ احنا قلنا بتتوقف عليها وبتتاثر بيها. ايه العلاقات بينهم؟ لو جيت تبص في الشكل اللي قدامنا، زي الشكل اللي ظهر قدامنا ده، انت هتلاقي ان الفي تربيع في البسط والاي سي في البسط. ما دام الاثنين في البسط يبقى العلاقه بينهم علاقه ايه؟ تناسب علاقه ايه؟ طرديه. طيب الميل في الحاله دي هيساوي ايه؟ قلنا ركزنا على الميل عشان هنحتاجه في حل المسائل. الميل، انت اخدت الاي سي واخدت الفي تربيع، فاضل عندك الايه؟ بس الار مش لوحدها، انت معاك واحد فوق واحد في الايه؟ في البسط مكان الفي تربيع. يبقى الميل عندك هيساوي 1 على طيب نصف قطر الدوران، العلاقه بين الاي سي الار تحت في الايه؟ الار تحت في المقام، والاي سي في الباص، فالعلاقه بينهم تبقى علاقه عكسيه. طيب الميل هيبقى ايه؟ انت اخدت الاثنين دولت، يبقى الميل اللي فاضل معاك الايه؟ الفي تربيع. الفي تربيع هنا هي ايه؟ الميل. كده نكون خلصنا الشرح. شرح بسيط جدا وموجز، بس اهم حاجه عندنا حل المسائل. انت ممكن ما يجيلكش اي حاجه من دي اساسا في الامتحان، اهم حاجه تعرف تحل بس في ايه؟ تحل المسائل. فركز معايا في الجزء الخاص بالقوانين ده. ناخد المثال الاول. كرة مثبتة بناية حبل تتحرك بانتظام حركة دائرة أفقية نصف قطرها. أول حاجة بنكتب المعطيات، أدي معانا نص القطر ومعانا الزمن 1 ثانية. طالب مننا نحسب السرعة الممسية والعجلة المركزية. نشوف الحل. الار عندنا زي ما قلنا، ده أول حاجة المعطيات في نص القطر. الان تتحرك بانتظام قطع الدورتين، عندنا الان عدد الدورات بيساوي 2 ان صار نمبر اوف تيرنز اللي هو عدد الايه؟ الدورات. التي ب1 ثانية، والفي مطلوبة والاي سي مطلوب. طيب القانون اللي عندنا ايه؟ عندنا قانون بيقول ان تي اللي هو الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الدورات. الزمن الكلي بكام؟ بواحد ثانية على عدد الدورات اللي هم كام؟ هديك 2 يبقى نص ثانية. عايزين نحسب الفي. اخدنا القانون بتاعها، قلت لك ركز في القوانين، ان الفي بيساوي 2 باي ار اللي هي المسافة الدائرية على الزمن. 2 باي ب 22 على 7 في 2 باي ار ونص القطر معانا في المعطى في المسألة بستة من عشرة على التي كلية اللي هي بكام؟ بنص. هيطلع معاك ب7.54. وما تنساش وحدة القياس.
عايزين بعد كده الاي سي بيساوي الفي تربيع على الار كله من قانون. دي كلها القوانين اللي احنا استخدمنا 3 قوانين اللي لسه شارحينهم دلوقتي: قانون الزمن الكلي، قانون الزمن الدوري اسف، وقانون السرعه، وقانون العجله. دي العجله المركزيه ودي السرعه الممسيه. هتعوض تعويض مباشر وما تنساش وحده القياس. طيب بنا بسرعه مستر على المثال الثاني: يدور جسم في مسار دائري افقي بسرعه خطيه منتظمه بحيث يكمل نص دوره خلال 3 ثانيه. دي اول حاجه، نص دوره. فإذا وعطيك اللي ذهب 2 متر فإن عجلته المركزية تساوي. الحل: بنكتب المعطيات: نص دورة زي ما قلنا، الزمن ب3 ثانية، والدي ب2 متر، وطالب منك يحسب الاي سي. القانون اللي عندنا ايه؟ ان التي بيساوي تي على ان، والفي بيساوي 2 باي ار على تي، والاي سي بيساوي الفي تربيع على ار. 3 قوانين استخدمناهم في الحل اول مرة. دي القوانين. اول حاجة التي اللي هو الزمن الدوري بيساوي الزمن الكلي على عدد الدورات. طيب الزمن الكلي احنا جبناه بكام؟ الزمن الكلي بواحد. الزمن الكلي بواحد على عدد الدورات اللي هي ايه؟ ان ده بيساوي 1 على سلوب. تمام. عندنا السلوب بيساوي ايه؟ بيساوي ان على تي، اللي هو الايه؟ السلوب ان على تي من الشكل اللي قدامنا. طيب لما تقلبه يديك تي على ايه؟ تي على ان، اللي هي ايه؟ بتساوي 1 على ايه؟ 1 على سلوب. زي ما موجود قدامنا في الشكل، بتساوي 1 على ايه؟ بتساوي 1 على سلوب. هتساوي كام؟ احنا جبنا الاسلوب ايه؟ ب2. 1 على 2 اللي هتديك كام؟ نص ثانيه. ما تنساش وحده القياس: الفي بيساوي 2 باي ار على تي، والاي بيساوي في تربيع على ار. هتعوض تعويض مباشر. وما تنساش اهم حاجه وحدات القياس: السرعه متر على الثانيه، والعجله المركزيه متر على الثانيه تربيع. بكده نكون خلصنا الامثله في درس النهارده. ده واجب حضرتك هتحله وتبعت الاجابات في التعليقات، ولو احتجت اي مساعده ما تترددش اكتب في التعليقات، هتلاقيني دايما موجود. لينك التحميل بتاع الواجب وبتاع الملخص بتاع الدرس هتلاقيه في صندوق الوصف سيبه لك. الملخص ان شاء الله بيكون على اللي اتشرح كله، اللي هم الثلاث او اربع ثلاث دروس اللي شرحناهم. بتلاقي ملخص كامل بالشكل ده زي ما انت شايف. مش هاخد منك، هو تقريبا 7 او 8 صفح، يعني نهايه المنهج كله هيبقى معاك بتاع 15 صفحه. واشوفكم في درس جديد اللي هو قوة الجاذبة المركزية. إن شاء الله هناخده يوم الأربع، ميعادنا يوم الأربع أو يوم الأحد الساعة 7 مساء إن شاء الله. وأشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.